الاتريبيوتس بتاعته، يعني بحط الحاجات الصفات بتاعته في ارض الملعب والارقام بتاعتها، واقسمها على الحاجات اللي المدرب عايزها من كل الفرقه. وبالتالي اشوف هو ضربها في 100، اشوف اذا كان بنسبه كام في الميه هو بيفت، هو قد اللي انا عايزه. طيب الديورابيلتي يعني ايه؟ الاستمراريه. الراجل ده هيديني الكلام ده قد ايه؟ طيب الادابيلتي يعني الادابتيشن، الراجل ده هينسجم وهينصهر في الفرقه قد ايه؟ حتى دي كمان عامل لها معادله؟ كل حاجه مش ده معدل الانسجام؟ كان كابتن محمود الجوهري الله يرحمه في برنامج قهوه المستكاوي على قناه على قناه مودرن، كان بيتكلم على ان انا عامل معامل للاعب ده قدرته على الانسجام في اكتر من مركز ازاي. فانا كنت متجنن وقتها، كنتش فاهم الجمله يعني. كابتن جوهري هو ده بقى عظمه الراجل ده بالنسبه لي. كان سابق دايما. الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي على انستاتس وواي سكاوتس والحاجات اللي شبه كده، الراجل ده كان بيعملها بالورقه والقلم. طيب فاحنا زي ما احنا باصين كده، ارجع له يا باشا، ارجع يا باشا. ايوه حط. والتاثير اللاعب على مستوى فرقته، الراجل ده يقدر يشد فرقته ولا لا؟ يعني بيقدر ياثر ويساهم في فرقته ولا لا؟ طيب فاحنا عايزين نوصل لايه بقى عشان نقيس برضو الاي كيو بتاعه. بعد كده بقى بنعمل ايه؟ هات بقى الصوره اللي وراها. بعد كده بنقيس الكلام ده على المعدلات. يعني مثلا هو ده في المدافعين الارقام بتاعته اهي. فانا هنا لو المعدل بتاعه الناتج بتاعه ده 2.6 يبقى كثير الاخطاء، 4.1 يبقى عادي، 5.5 يبقى ذكي ومتزن، 7.3 نادر الخطا. طب هو انا الكلام ده المعدلات دي انا جايبها منين؟ هنا بقى ده السؤال الاصلي. ده مثلا في الدوري الانجليزي، فهم قايسين الكلام ده على فيرجيل فان دايك. انت ما ينفعش تعمل نفس الرقم وتقيسه على مصر. انسى يا باشا، مش هدي كله ساقط. لو انت بتعمل مثلا معامل البيك ده اللي هو الوصول لاعلى مستوى في السن، احنا عندنا اللاعب الشاب عنده 24 سنه حصل. فمثلا في انجلترا اللاعب الشاب ده عنده 21. احنا هنا لازم نخلي معامل اللاعب الشاب هيبتدي يوصل للبيك، يوصل لاعلى مستوى ليه 26. ماشي. احنا اللي بنحط معادلاتنا نقيفها علينا يعني. عايز فاهم بالظبط. فدي الاداره الرياضيه. انا بعمل ايه؟ انا بعمل قاعده. روح يا شيخ، الهي ربنا ينصر دينك. الله يبارك لك والله. عايز اقوم ابوس دماغه والله. حاجه صعبه قوي بجد. عايز اقوم ابوس دماغه. تعالى بوس دماغك. لا حبيب قلبي. يا نواره يا نواره يا متعلم.